الضيف اللي معنا يوسف الإدريسي، أحد أبطال فيلم أبو اللي قام بدور أبو نايف في الزين اللي فيك. وباش نكونوا في المصداقية ديالنا، الرسائل اللي كنتوصلوا بها مستمعة، وانا غادي نقرا لك الرساله لانها كتبت لي عافاك واكدت عليها. ماشي مشكل، كيف ما كان الحال انا مستعد لجميع انواع الاسئله. دينا هند كتقول اخي نزار سولو وقول ليه واش ترضى الاخت ديالك تمثل في بلاصه ابيضار ودير الدور اللي قامت به. قول قدامه هاد الهضره وتقال قدامه هاد الهضره خايبه، عافاك ما سول. انا غنجاوب على هاد الاخت هند. اذا المستمعين الافاضل كثر من هاد الشفافيه والمصداقيه، راه ماشي كنعطيو غير الاسئله اللي بغينا ولا ها هو سؤال مطروح. انا غنجاوب هاد الاخت هند بكل شفافيه. نعم. بما انه لو كانت اختي ممثله ما غنتدخلش ليها في المسار الاحترافي ديالها. الاخت ديالي لو كانت ممثله كنت غندعمها، ولو كان جاها دور هكا اختي في الواقع ماشي هي كممثله. راه الاخوان غنعاود نذكركم ونوضح لكم اكثر بواحد الدارجه بسيطه. راه ملي كنمثل بشعيب راه ماشي انا هو يوسف ادريسي. راه ملي كنمثل انا عبد السلام راه ماشي انا هو يوسف ادريسي. راه ملي كنمثل عبد ربو من مصر راه ماشي انا يوسف ادريسي. يوسف ادريسي مواطن مغربي، كيف ما عنده حقوق وعنده واجباته، وكيف ما حتى هو كينتمي للمملكه المغربيه السعيده، حتى انا كنمشي كننتخب على الحكومه ديالي، حتى انا كنقول الله ينصر الملك ديالنا محمد السادس، حتى انا تنأيد وعندي غير على البلاد ديالي، ولا ما كانش عندي غير على البلاد ديالي، ومآمن بالرساله اللي غيمررها الفيلم للشابات المغربيات، ما كنتش غادي نقبل هذا الدور. ثاني شيء انه لو نرجعوا لزيتونه الموضوع او زيتونه السؤال، لانه لو كانت اختي دوزات الكاستينغ وقبل المخرج بيان سور انني غنوافق، لانه هذاك التمثيل، هذاك حب لواحد الميدان، لواحد المهنه اللي هي مهنه التمثيل. ونركز عاوتاني على واحد النقطه، ان راه مهنه التمثيل ثاني اصعب مهنه في العالم من بعد مهنه الجندي. شكرا. ونمشي